شايفين هاي؟ هسه بعد هاي الستوري بدي اشرح لكم قصتها. الستوري اللي صورتها وانا بلفلف في الغرفة، في باركود طلع على الشاشة. طلع هذا الباركود اذا انت بتصوره عندك على تليفونك بصير ريموت كنترول وبتصير تتحكم في الشاشة طول ما احنا قاعدين، والتلفزيون بيعلي صوت بيوطي صوت بيغير قنوات. صح والله انا خفت صراحة. فاحنا فكرنا انه جد في جني لدرجة انه طلعوا مسكت وين الريموت؟ الريموت حطيته في هذا الدرج، تمام؟ حطيته هون وخبيته، قلت لا سمح الله في جني في ابصر شو. طلع الناس ماخذين هذا الباركود ونازلين ينكشوا مخ علينا من بيوتهم، يعني تلاقيه في عمان بنكش مخ علينا، بيفتح الباركود وبيغير قاعد في القنوات وبيعلي صوت. فالتكنولوجيا مش دائما سلاح ذو حدين، ممكن تستخدمها بالخير وممكن تستخدمها تخوف البني ادمين، هذا اشي غلط. يعطيكم العافيه، هيك قصتنا اليوم. بتمنى تعملوا سبسكرايب وتتابعونا دائما. هي طلعوا هي الريموت، هي والله هي الريموت. طلع ها حط قناة قراءات. طيب والله هي الريموت. ها طلع هي. طلع اخوي عشان اريح راسك يعني. استمتعوا شباب. يا